طب انت ازاي يعني اصلا اهلك سمحوا لك وانت 14 سنه؟ اخبارك كله هنا مصري ما شاء الله. لا هو كله هنا مصري بس كله هنا منوفي تحت. شباب كله بخير. انا مش شباب ما شاء الله. اخبارك عامل ايه؟ كله تمام؟ انا ليبي طلياني. بس انت شكلك ايطالي جدا. وليبي طلياني، الوالده طليانيه والبو ليبي. واو على فكره انا كنا فين؟ كنا في احنا كنا فين من اول امبارح؟ لان انا نسيت والله. كنا فين اول امبارح؟ هنا في ايطاليا. روما. لا اول امبارح قبل ما نيجي اصلا. هو هنا في ايطاليا ولا لا مش ترياستي يا ابني، مش كنا فين يا ابني البلد اللي فيها الجزيره؟ مالطا. عمال افتكر لان انا لفيت كتير قوي. مالطا يا باشا. انا رحت المسجد اللي هناك. المسجد ده عموما يعني من الاخر كده المسجد دوت المفروض معمر القذافي هو اللي بناه واتفتح 1984. لما رحت المسجد ده لقيت كميه ليبيين. اصلا مالطا فيها كميه ليبيين يا جماعه غريبه. هو مالطا اصلا مش مالطا بس اللي معمر القذافي ساب فيها بصمه. يعني هو هنا في ايطاليا حتى ميلانو اصلا فيها مباني مشهوره جدا. معمر القذافي هو اللي بنيها. يا جدعان فظيعه يا جدعان. لا بس مالطا موضوع خربانه يا معلم. انتوا بتعملوا ايه في ايطاليا هنا؟ انا عايش هنا. انت عايش هنا ما شاء الله. انا بقى عايش هنا برضه. بتعمل ايه بقى هنا؟ يعني بتشتغلوا وبتدرسوا؟ شغال في رينا شنت هنا في برادا. في برادا. بس انت شكلك صغير قوي بصراحه. انا والله اديك 17 18 سنه يا معلم. 24 سنه. واو 24 سنه. الشهر الجاي على طول. واو. قول لي مبروك. لا بس شكلك صغير جدا انت بس عشان طويل. صح؟ انت شغال مصور؟ انا اصلا بصور في وقت فراغي، فلما ما يكونش في شغل مثلا باجي هنا اصور. بس المكان ده حلو قوي. تعرف ايه بقى عن المكان ده؟ المكان ده اعرف ان هو اقدم مول تجاري في العالم. في العالم انا ما اعرفش انفورميشنز كتير عن المكان، بس انا لما قريت عنه انا سمعت ان انا قريت عنه ان ده اقدم مجمع تجاري في العالم. فدي حاجه يعني حاجه غريبه قوي بصراحه. انت تدفع على ايجار محل حقها 100,000 يورو في الشهر. واو 100,000 يورو في الشهر ده الايجار. واو. ما اعرفش بقى الاسعار هنا غاليه ولا ايه يعني؟ لا هي يعني اكيد. ما هو الايجار انت بتتكلم في 100,000 يورو في تدفع في الشنطه ب 3,500 يورو. واو. شوف بقى فيها بروفيت قد ايه اصلا. في شنطه لويس فيتون الغالي حقها 40,000. واو 40,000 شنطه بس. اسعار هنا خياليه. بس يا جدعان انا قابلت مصريين كتير قوي يعني طول ما انا ماشي ما بقابلش غير مصريين. في ليبيين كتير. ميلانو في مصريين. ايوه كتير قوي كتير جدا. بس انا عايز اعرف ايه رايك في المصريين اللي هنا انا حسيت ان هو يعني شغيله قوي. يعني ناس شغيله يعني بتشتغل. بص اي حاجه اي حاجه بيشتغلها عادي. حد بيجي ايطاليا سايب بلاده بيجي بيخدم غصب عنه. بيشتغل اي حاجه بصراحه. يعني هم شغيله جدا يعني. عمال بقى صنايعيه بتوع محلات. يعني بص بيشتغلوا اي حاجه بعيد بقى عن مستواهم بقى الاجتماعي. جايين منين؟ جايين من قرى، جايين من مدن. كل ده بالنسبه لي. بس انا لما جيت اسال، كل ما باجي اسال حد يقول لي انا جاي عن طريق البحر. اقول له ازاي يا ابني جاي عن طريق البحر؟ يقول لي عادي ركبت المركب وجيت هنا. كأنه رايح اسكندريه. والله العظيم ده ولا واحد. انا في مره قابلت 5 كده اطفال 14 سنه و16 سنه يقولوا لي جايين عن طريق البحر. اقول له طب انت ازاي يعني اصلا اهلك سمحوا لك وانت 14 سنه؟ من حوالي 3 سنين عامه. جايب الطياره. انت جايب البحر ولا جايب الطياره؟ انا جايب الطياره. انا قاعد جنبي واحد مصري من حسن حظي لان انا ما كنتش بتكلم ايطالي اصلا. فهو كان المصري ده هو الوحيد اللي اتعرفت عليه في الطياره عموما. فانا بتكلم معاه بقول له انت عندك كام سنه وبتاع، فبيقول لي عندي 18 سنه. فبقول له انت في ايطاليا بالك قد ايه؟ بيقول لي في ايطاليا بالي 7 سنين. 7 سنين وجاي بحر يعني. ده جاي 11 سنه؟ اقسم بالله انا يا نهار ابيض. يعني جاي 11 سنه ايطاليا والبحر. انت ايه يا عم؟ بيقول لي اول مره ارجع مصر. ياه ده حوار. طب انا عايز افهم برضو. انا برضو مش فاهم حاجه. هو دلوقتي جه عن طريق البحر ودخل ايطاليا. طيب وبعدين بقى يعني المفروض هو يعمل ايه يعني؟ ايه الريسايكل يعني؟ هو الريسايكل هيقول له هيقطع جوازه يعني ولا هو اصلا بيبقى جاي من غير جواز؟ هو حرفيا بيقطع الجواز يعني لو جاي بجواز بيرمي الجواز. لازم يا اما بيرمي الجواز تمام، يا اما بيسلمه للحكومه. يسلمه للحكومه؟ كلتا الحالتين هو لازم يعمل كده عشان يعمل لجوء، لان هو ما ينفعش يقعد في البلد دي من غير ورق، فطبيعي لازم يعمل لجوء يعني. يعني هو بيجي عن طريق البحر وبعد كده يرمي الجواز بعد كده يعمل لجوء في يعمل لجوء. طب البلد ليه تعمل له لجوء؟ طب ما ترجعوا بلده. ما هي غريب. دي المشكله.
عشان عودة ترجع بلده ما معه جواز. ما توديه السفاره المصريه تطلع له جواز. لا هو مش بالسهوله دي. هو اولا انت عشان تطلع باسبور هنا اصلا مصري اقل حاجه 600 يورو. عشان أنت تطلع بتطلعه في مصر بكام؟ يعني اقصى حاجه بتهيألي 2000 جنيه لو صح؟ مستعجل يعني. هو هنا بيدفعوا فيه مبالغ جامده. 600 يورو 100 يورو. 600 يورو يعني عشان تطلع جواز سفر مصري ب 600 يورو. بالظبط. يعني انت عشان لو طيب جوازك هو ضاع دلوقتي منك انت طيب هو دلوقتي دخل البلد ورمى جوازه يعمل لجوء. بيعمل لجوء. طب هو دلوقتي الحكومه ما تاخدوش كده من قفاه ليه وتوديه بالعكس، السفاره بتاعته؟ الحكومه اصلا عايزاه. الحكومه هنا عايزاه. هي الدوله الاوروبيه الوحيده اللي فاتحه اللجوء اصلا عن طريق البحر هي ايطاليا. يعني من دول مثلا واو. الميديترينيان سي اللي هو اصلا كل دول البحر المتوسط كلهم قافلين اللجوء حتى اسبانيا. الدوله الوحيده اللي فاتحه سبحان الله ايطاليا. هي اللي فاتحه فعشان اللجوء كده عن كله طريق بيروح البحر. على ايطاليا. بالظبط. يعني هو يخش كده يا باشا من البحر ويقول لهم انا ليه؟ لأن لجوء. ايطاليا اصلا من الدول اللي ناقصه عماله. ايطاليا هنا معدل الاعمار فيها عالي جدا. تمام يعني معدل الاعمار هنا معدي 70 سنه، فاهم قصدي؟ متوسط. تمام. كلهم عواجيز هنا. فهم بيحتاجوا ايادي عامله كتير عشان تشتغل وتحرك المصانع، تحرك اي حاجه. تسوي الاقتصاد يعني. بالظبط. تسوي الاقتصاد تسوي. بالظبط. هي بقى فهمت. مش فارقه لايطاليا. الجنسية أنت إيه أصلاً؟ جنسيتك ايه ولا انت منين ولا انت من الشرقيه. طب هو بقى لما عمل لجوء بقى هيعملوا له ايه بقى؟ يديله بقى بطاقه وكده يعني؟ بقى في دماغ هنا. اه. بيدوا له ورق مؤقت يخلوه ما ينزلش بلده. يدوا له ورق يحبسوه هنا. يا راجل، يدوا له ورق مؤقت يخلوه ما ينفعش يروح المطار؟ يدوا له ورق يخلوه قانوني هنا في البلد، بس انت مالكش انك انت تنزل بلدك. يعني ملوش ان هو يخرج من منافذ انت لو رسمي. نزلت بلدك انت ما انتش راجع يا معلم. في اللي هو بيرجع في ثغرات انا يعني فاهم. انا ما اعرفش ايه هي. بس الملخص ان بس هو بيقفلوا عليه قانونياً الدنيا. هو ملوش حق ان هو يرجع ايطاليا تاني، فاهم قصدي؟ فاهم، يعني هم بيقفلوا عليه الدنيا يدوا له ورق يعيشه مثلا لمده ده 3 4 معلم، سنين. ملوش علاقه بقى ان هو ما يقدرش يروح المطار ويقول لهم انا مسافر وراجع تاني اجازه مثلا. بالظبط. عايز يمشي زي ما جه عن طريق البحر. واو. طيب وبعد بقى بعد 5 سنين بس ما يمشي يرجع. بعد الخمس سنين دي بقى يعمل بقى بعد الخمس سنين يحصل ايه بقى؟ هو بيدوا له حاجه اسمها ريكيستا دي ازيلو. دي بتبقى عباره عن طلب لجوء ل6 شهور وبيتجدد ل6 شهور تانيين. ويقدر بقى يشتغل في الفتره دي عادي؟ يقدر بقى يشتغل قانوني في الفتره دي. واو. لما يكمل السنه اللي هو 6 شهور و6 شهور المفروض ان هو يا اما ياخد اللجوء اللي هو اقامه اللجوء، ودي بتبقى ب5 سنين او بسنتين تقريبا. واو. ب5 سنين يا. وبعدها بيقدم على الجنسيه. عشان أو كده بيترفض. جنسية 10 سنين. يعني بعد الخمس سنين ممكن ياخد الجنسيه. اللي هو اصلا بعد مسكرة. بياخدها اسهل من اللي هو عايش هنا بقى له 10 سنين. يا. لكن القانون تو في ايطاليا انت باش تاخذ الجنسيه 10 سنين كاملات ما تطلعش من البلاد تاخد الجنسيه. وتدخل لغه ايطاليه. واو. لا بس الايطالي سهل على فكره، اللغه الايطاليه سهله. يعني عمر من هنغاريا بقعد معاه في المجر مستحيل يعني هنا بعرف القط كلمتين 3 بونجورنو مش عارف في ايه المجر بيتكلموا ايه؟ مجري، بس مفيش، صعب جدا. يبقى هو السؤال ده ايه السؤال ده؟ مجري بس صعب جدا، يعني حاسس ان هو صيني. لا هو فعلا لغات شرق اوروبا وشمال اوروبا بالتحديد صعبه قوي. الاسكندنافيه تقريبا. ايوه صح، صعبه جدا. اللغه بتاعتها صعبه جدا. انت اصلا متخرج من كليه ايه؟ انا في كليه سياحه فنادق، قسم ارشاد سياحي. انا كنت داخل الكليه دي على فكره من حب، يعني انا حولت اصلا من حبك في السياحه. انا اصلا من انت كنت اي جامعه؟ انا في جامعه المنوفيه جامعه شبين. والمفروض جاي هنا بقى مع اهلك ولا جاي برضو؟ انا جاي هنا لوحدي، اخويا هنا بس. فعارف يعمل لك حاجه انك انت تيجي من غير بقى حوار البحر والكلام ده. بالظبط. حلو جدا. من حسن حظي يعني. حلو جدا. لا بس والله حاجه جامده جدا. طب وعلى كده بقى يا جماعه اخر سؤال بقى عشان انا مش عايز اخد من وقتكم كتير. لا خد من وقتك يا عم، انا مبسوط. الرواتب هنا بتبقى عامله ازاي؟ يعني اللي بيجي هنا مثلا انا بشوفهم شغال في محل شاورما، شغال مش عارف في محل ايه، شغال فين، في كذا في كذا، بيبقى ايه يعني بالساعه؟ يعني الساعه مثلا ب 10 يورو 5 يورو كذا كذا. اقول لك ايه تبقى بقد ايه يعني؟ اقول لك ايه ماشيه ازاي. هو في هنا الشغل بينقسم لحاجتين، يا اما شغل ريجولار يا اما شغل نيرو. في الريجولار الريجولاري ده اللي هو من غير عقد، اللي هو بالظبط اللي هو قانوني قانوني. تمام. اللي هو بعقد وبيدفع لك مرتب كل شهر، بيدخل لك في البوسطه وعندك ميزات فيها عندك مميزات. زي النيرو على الاسود يعني. نيرو ده اللي هو الاسود، ممكن اللي تخدم عنده ينصب عليك عادي بديش تتكلم. المفروض الرواتب مثلا بتبقى مثلا 10 يورو في الساعه، 5 يورو في الساعه، يعني تستاهل كل اللي بيحصل ده؟ مش من الدول الغنيه جدا لدرجه ان انت تيجي هنا كشغل. انا زي ما قلت لك هو كله بيجي هنا عشان هي موفره، عشان هي موفره فرصه للجوء، لكن مش بيعمل فلوس كتير والجو ده يعني. انت
فاهم. انت ومخك بقى يعني حسب ذكائك يعني. يا بتطور مره واحده، اه نسبة يا بتقعمص في المرتبات الشارع هنا يا بتشتري شقه. انت وحظك بقى. ايوه. نسبة المرتبات هنا يعني الدولة كده متوسط المرتبات يعني لا ما يزيدش عن 1000 ونص مثلا. 1000 ونص في الشهر، 1000 اللي هو ونص يورو في أصلاً الشهر. يعني مش هكلمك على شغل المعمار لان شغل المعمار ده صناعة ثقيلة يعني. ايوه واكتر على فكره، بالظبط. ثمنه اكتر. هنا اللي بيشتغلوا في المعمار اغلبهم المصريين ايوه. وفيها فلوس حلوة بصراحة يعني ما اقدرش يا. في اليوميه تاخذ 80 يورو 70. في اليوم. لو هو مثلا صنايعي بياخد اقل حاجة 100 يورو. 100 يورو في اليوم. لا انا بكلمك يعني 100 يورو في اليوم، اقل حاجة يعني يعني يعتبر 3000 يورو في الشهر ما على حسب بقى هو مثلا شغال مثلا فين. يعني لو مثلا شغال كل يوم هنفترض لو شغال هو كل يوم بيعطيك هو رينج يعني. هو اه بيعطيك خريطه عماره. احنا ممكن نحط تكملها؟ متوسط يا. مثلا 3000 يورو في الشهر. هو 3000 بس يورو اسمع اعتقد مش اقول لك، انت شغال ايه بقى؟ انا سيكوريتي. سكيورتي. شكلك صغير قوي على سكيورتي خالص على فكره. يعني انا حاسس انت زي سكيورتي. هذا اللي يعرف. المفروض سكيورتي يعني بادي بيلدينج. لا وانت في حاجه اسمها جوارديا وفي سكيورتي. اه انت بقى السكيورتي اللي هو سكيورتي لا في جوارديا اللي هو مش عارف بيتقال زي بودي جارد يعني. لا بودي جارد دي حاجه والجوارديا دي حاجه. الجوارديا دي مش عارف هي بالانجليزي بتتقال ازاي بصراحه لاني مش فاكر. بس جوارديا اللي هو بيشوف الحاجات مثلا اللي بتتسرق، الحاجات اللي مش ولا لازم مشكله يكون. من ناحيه من المشكله. اه هو هنا بيشغل عقله اكتر ما هو بيشغل جسمه. فاهم مش قصدك. لازم يمسكه اكيد اكتر. ايوه. انت تعرف في المشاكل كيف. هو وانت بقى عفريت هو شغال زي- ايه؟ انا برضه شغال سكيورتي. سكيورتي برضو. في ارينا شانس في المول اللي هو ايوه اللي قلت لي عليه. عموما زي الفل. احنا عايزين بقى، انت شكلك بتعرف تصور، اديك موبايلي بقى تصور لي كذا صوره حلوين. بالكاميرا وابعت لك الصور على هتعرف تبعتها لي يعني؟ عيب عليك بقى. خلي بالك انا محظوظ ان الراجل دوت لقيته بصراحه.